احبائي السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في القناه ديالي يوميات سناء. هذا الصباح كما كتشوفوا انا كنعدل الكريب اولا بانكوكا بالهولنديه. المهم كنعدل العيال بانكوكا وفرحانه كنعدل الفطور ديالي وما سحبليش. كتسناني واحد الكارثه نتوما تشوفوها من دابا شويه. بعد ما فطرنا تصدمت شنو وقع في الحمام. دوش غير اسماعيل وحنا باقيين كنا خصنا ندوشو وقال لك الحمام صافي تخنق قادوس حاشاكم تخنق مره وما خلينا ما جربنا معاه. كما كتشوفوني هنايا انا خدامه كنعاون اسماعيل، انا وياه كنتعاونوا. هو شابا لي واحد الحديده كيسرحوا بها القادوس، كتدخل كتبقى تدخل شويه وتدور تدخل وتدور. كما كتشوفوا دابا في الصوره ها هي انا كندخل وكندور بيدي، واحد عندها واحد اليد هكذا كما كتشوفوا ها هي كتبقى تدخل وكتدور وتما كتسرح لك وملي كتطلع لك ديك الزبل كامل اللي كيكون مجمع في الحمام في القادوس لداخل. وهنا كنجاو كما كتشوفوها الوانطيس اولا القفازات ديال الكوزينه الكادو ديال اسماعيل. هما نفعوها وما تحتاجوا. واخا كانوا خلعوني في الاول القطه ديال الكادو ديال عيد الميلاد ديالي، ولكن ها هما تحتاجوا. واخا انا عندي وحدين اخرين ولكن جبت هادو باش نخدمهم. المهم حاولنا مع انا واسماعيل بالنوبه كنهبطوا ديك الشيء. بغيت نجرب انا حيت بغيت نتعلم كيفاش كتخدم هاد الاله هذه. هي غير واحد الحديده كما كتشوفوها هي دخلتها كامله. دابا عندها واحد اليد كتبقى تدور هكا وكتبقى هي توزك الزبل اللي داخل كامل، وملي كتحس بها دخلت كامله تما كتبقى تجور كطلع لك الزبل اللي فيه. ولكن حنايا ما خلينا ما جربنا انا واسماعيل جربنا وعاودنا ولكن والو المساله ما صدقتش. دابا ما غاديش نوريكم كلشي شنو طلعت لان ما طلعش الزبل بزاف، ولكن من الاحسن بلا ما تشوفوا كلشي. وغنوريكم دابا شنو وقع موراها عاوتاني وشنو عملنا. والو ما فوسط حتى شي حاجه وما بغاش يتسرح ديك الماء ما بغاش يهبط. جربنا دابا حيت اللافابو ديال الحمام ملي كتهبط فيه الماء كيخرج من ديك من القادوس لتحت ديال الدوش. المهم كبينا هاد الماده هذه سميتها فلويبار اون ستوبر. الماركه هاخي ولكن يمكن كاينه ماركات كثيره. المهم هذه فلويبار اون ستوبر خصها تكون بالنسبه للناس الساكنين في هولندا. هذه كتكبها في القادوس. بصراحه انا كنخدموها دائما كنخدموها كتسرح لنا كلشي وكيهبط داكشي اللي فيها كامل كيتسرح. ولكن هاد المره ما خلينا ما جربنا والو. هنا كما كتشوفوا انا في الخدمه وقلت لهم 3 الفوق عاد نكون في الدار ملي عيطت لهم. المهم واحد الناحيه كثر خايه وجع عندي يعني واخا انا ما عوالاش. من واحد الناحيه انا باقا في الخدمه وكنكمل حتى 3 ونص وهو في الجوج جا قال لك انا باب الدار. المهم جا الحمد لله واعتقنا. ها هو كيسرح ديك المسائل كامله وعلى ما يسرح وما لقى حتى شي حاجه. تفاجات هو ما جبت حتى شي حاجه في ديك الشيء وصافي حتى الاخر عاوتاني عاد سرح له ديك الشيء. واخا سالا ما عرفتش شنو السبب شنو اللي كان مخنوق يعني ما جبر والو. المهم اخيرا قدرت ندوش باش نوجد راسي الحفله اللي كانت كتسناني، الحفله ديال كاسمس. مشينا مع الخدمه ديالنا، مشينا في واحد الطوبيس، مشينا كاملين مجموعين في واحد الطوبيس واسماعيل وصلني غير ديك البلاصه ومشى وانا شديت الطوبيس وصافي مشينا لطوفرلاند واحد مدينه الملاهي. عملت فيديو عليها دابا نخليكم في صندوق الوصف. ولكن دابا ما كاين لا العاب لا كانت بحال اللي مازال كامله غير علينا حنايا لان تقريبا 1000 ديال الناس اللي مشاو. وتما مهم ماشي شي احتفال كبير ولا شي حاجه. الاحتفال هو انهم حيت كل عام كيعطيونا هديه ديال الكاسمس ولا السنه. هاد المره عملوا كرامه شنو هي يعني عملوا الطبالي هكذا وفيهم كيتباعوا الحاجات وعطاونا واحد شنقول لكم واحد منتشس او البياسات. ها هما كتشوفوا في الشاشه هاد البياسات هادو كل واحد عطاوها 18 بياسه وكتشري بها الحاجات نتينا اللي بغيتي تما. يعني هذيك الهديه ديالك كتختارها لنفسك يعني ما كيعطيوكش الحاجه هما اللي باغيين ولكن كتختار نتينا شنو بغيتي. وصافي حاجه وحده غادي نعطيها لكم كنصيحه لان بزاف الناس كيقولوا كاسمس حرام وكلشي. طبعا هذه عندها علاقه بالدين وماشي الدين ديالنا، ولكن حنا ماشي كنحتفلوا في كاسمس يعني من ناحيه الدينيه اولا كنعملوا احتفال بالدار ديالنا اولا كنعملوا ولائم ولا شي حاجه. ولكن حيت كل عام كيعطيونا هديه ديال السنه اولا هديه ديال كاسمس. وهاد المره قالوا لنا نمشيو من ديك البلاصه طوفرلاند تما وكنا بدينا تما السنه الدراسيه ديالنا هذا العام. كنت هضرتكم عليها وقيله يعني كيقول لك التيمه ديال هذا العام يعني خدمه بليزير يعني كتخدم بنشاط. ومشينا لبلاصه ديال الالعاب يعني تما غادي تبدا السنه الدراسيه ديالنا بلعب ونشاط وطبعا ماشي اللعب ولكن يعني بليزير بالنشاط وكل شيء. المهم عليها تما عاوتاني اختاروا لنا اننا نمشيو تما في كاسمس نجيبوا الهدايا من تما ونشطوا. كاين الناس اللي يركبوا في شي حوايج يعني كان اتاكسي بارك هما مفتوحين تركب في الحاجات وديك الشيء انا ما ركبت في والو.
وبصراحه انا ما بقيتش كنرتاح بزاف في حفلات هكذا، حفلات ديال الهولنديين وديك الشيء، خصوصا في الاعياد وفي المناسبات ديالهم. ولكن كنمشي بالزمن الحمد لله، كان شويه النشاط، لقيت تما صحاباتي تا هما مغربيات وبقيت معاهم في الاخر، دوزنا وقت مزيون. ولكن يعني مصلحتك اذا كنتي خدام شي خدمه. انا بيدي حيت مسؤوله على المراقبين اللي كيحضروا عندنا، المتطوعين عندنا في المدرسه. يعني ملي كنشوفوا شي واحد كيجلس في الاستراحه بوحدو، ما كينشرش معنا، ما كيهضرش معنا، ما كيعرفش يتعامل مع وحدين اخرين، صافي كنوقفوه من الخدمه ديالو، كنقول لهم هذا ما جاش مع هاد المجموعه هذه، ما يصلحش يبقى معنا. وانا عاوتاني هكذاك نفس المنظر، يعني حتى انا لو كنت مغوله وما كنبغيش الناس وما كنبغيش نمشي معاهم الاماكن وما كنبغيش يمحقهم حتى هما يقولوا لي راك ما جيتيش مع التيم هذا، مع هاد المجموعه. يعني الانسان خصو يكون يعني كيمشي مع، طبعا ما غاديش يعمل معاهم اي حاجه هما كيعملوها. يعني مثلا هنا كاينه الشراب وكاينه كلشي، وفي نفس الوقت كاينه فانطا وكاينه كوكا وكاينه الماء، يعني والماكله كما قلت لكم كاينه باللحام وكاينه بلا لحام نباتيه، كلشي كيعملوا بحسابه هما. المهم مشيت في الاول ما كانش عاجبني الحال، ولكن كنت مع ديك اللي خدامين معايا ما كانش يجاو ناشط بزاف. ولكن ملي تلاقيت صحاباتي مغربيات تما خدامين معايا، ولكن كيخدموا في جناح واحد اخر، ولكن تلاقينا تما دوزنا وقت مزيون بزاف ونشطنا وضحكنا مع بعضياتنا. كما بغيتكم في هذه الجوله هذه غادي تزيدوا تشوفوا شنو الحاجات اللي كانوا كيتباعوا هنايا، تقدروا تاخذوهم ونتلاقاو عاوتاني. وهنا كما كتشوفوا عملوا النودلز او الباستا، لي بات كاينين جوج بصراحه، عملوا ديال الدجاج وعملوا ديال الجامبا. الناس اللي ما كياكلوش حلال جابوا لهم يعني حتى هما الحوت. كاينه بيتزا جميع الانواع باللحم بالدجاج، مارغريتا بلا لحم بلا حتى شي حاجه في خطارس. كانوا عاملين هما كيخلطوها كيعدلوها قدامك كنتينا كتشوف. كانوا عاملين فافلز كما كتشوفوا، ما عرفتش شنو كيعيطوا لهم بالعربيه، المهم هما هادو فافلز. وكانوا يعني والبيتزات وكلشي كما قلت لكم، كل حاجه كانوا عاملينها يعني تاكل اللي بغيتي، وما داكشي ماشي محدد، يعني انت كتدور انت كتاكل الوقت كامل حتى تمشي في حالك. Hallo! Hallootjes! Dankjewel hè! Groetjes uit Toverland! Oké, ik zal Ik ben goed! Ik moet naar Vrije! En ik moet jij moet mij brengen! Oh ja! En ik... Dit was zeker het! ودابا كما وعدتكم غادي نشارككم المشتريات ديالي، مشتريات زعما الهديه اللي عطاونا ديال كريسماس. ولكن كما قلت لكم عطاونا منتشز، هذيك البياسات، وكتشري بهم نتينا الحاجات اللي بغيتي. بصراحه ما كانش شي حاجات بزاف، يعني الهولنديين الاذواق ديالهم مختلفه بزاف. كاينين حاجات ديال الجادا، داكشي ديال الخشب، والخشب يعني ماشي اللون مزيون، الخشب ديك القديم اللي ما كيعجبنيش انا بصراحه. المهم كانوا بزاف ديال الحاجات، انا صورتكم نتوما شفتوا شنو كانوا تما. المهم اول حاجه نوريكم هي هاد الصاك او القفه، فيها فاينه فايز داخل، يعني عيد سعيد ولا ايام سعيده يعني ديال العيد. واحد الكارطه يعني كيبان كنا فيها تا هما السنه، حتى هي فيها فاينه فايز داخل. ومجله ديال الخدمه حتى هي خي يعني خيلد اوبلايدينغ في خدامه. هادو كانوا في القفه عطاوهم لنا قبل ما نبداو نتسوقوا وصافي. جبات سشوا ديالنا بدا كيقدم شويه. وإناس سامي اذا بغى ينشف شعره قبل ما ينعس، اذا دوشوا يعني معطلين كيبغيو ينشفوا شعرهم، واخا مابقاش كيتخدم سشوا بزاف ولكن كنشفوا به شعرنا. وياسين كيعجبو ملي كيدوش اكثر في الليل غادي ينعس كنشوف له شعره، ولا كيعجبو فين ما يدوش يقول لي سشوا فين سشوا. صافي جبت لهم حتى هذا فيليبس كيبان ماركه مزيانه، وفيه 2100 ديال الواط، يعني غادي يكون مزيان اللي جبته. وجبت
هذه بصراحه عجبتني بزاف، غادي نحلها معكم دابا. كتعرفوني انا كنحماق على الحلويات وعلى الديكورات. هذه تقدر تحط فيها بزاف الحاجات، الشموع، تقدر تحط فيها الشمع. المهم غنوريها لكم دابا. انا كنصور بيد واحد، سمحوا لي، كنصور بيد وكنخدم بيد. ضوا عندك سناء كنحيدو هادو. ها هي يعني كتحطها هكذا، تحط فيها الحاجه. انا عجبتني بصراحه بحال داك اللي كنحماق عليهم ديال الكيك وديال الحلوى. ممكن تحط فيها حتى حلويات، ممكن تحط فيها الشمعه كما كتشوفوا هنايا. ها هي فيها هنايا الشمعه، يعني متعدده الاستعمالات، تقدر تحط فيها اللي بغيتي. هادو بجوج بيهم هما اللي اختارتهم. واختارت هاد بما ان كاس باكيت يعني مسيتي كيعطيونا هما في راس العام اولا في كاس ماس كيعطيونا حتى الشوكولات والحلويات وديك الشيء. دابا عطاونا، دابا كتجيب ديك البياسات اللي عندك. المهم جبت غير جوج شوكولاتات للعيال، توني شوكولوني، هذا النوع اللي كيحماقوا عليه العيال. صراحه هذا العام يعني ما عطاوناش هدايا كثيره. تاع من اول ما عطاوناش شي حاجه، من اول عطاونا كاس ابل بوم يعني شجره ديال التفاح زعناها في الجاده. كانت هذيك هي الهديه. وموراها بشي 6 شهور عطاونا ديك الغبا ديالها عاوتاني باش نعملوا فيها مره اخرى، يعني بقاو حاضين مع ديك الشجره. والعامات اللي قبل منا بصراحه كانوا كيعطيونا اما كتدخل اونلاين بواحد الويب سايت وكتختار انت الحاجات اللي بغيتي ديال الدار ولا شي حاجه يعني ثمينه كتسوى ثمن شويه مزيان، اولا كيعطيونا واحد الباكيت يعني واحد الصندوقه فيها مثلا مانطا، شميعات، شي حاجه ديال الماكله، شي حاجه ديال الديكور. هما كيبغيو ينوعوا كل عام كيعطيونا شي حاجه. المهم هاد العام هادو هما الهدايا، وكل واحد جاب اللي بغا وكل واحد اختار الحاجات اللي بغاهم وصافي. هنا كنكون شاركت معكم الهدايا. هذه هي الهديه اللي جاتني من المغرب، كثير خير مولاتها لي صيفطاتها. معني ما نقول لكم فرحت بزاف. هذه حبيبتي اللي كنحماق عليها. وقفوا الفيديو دابا وكتبوا لي لتحت، كتبوا لي شنو تقدر تكون، شكون هي حبيبتي اللي كنحماق عليها من المغرب. كنتمنى تعرفوها. المهم غادي نحل معكم دابا. بغيت نحلها معكم، مبغيتش نحلها بوحدي. من البارح جاتني وانا كنتسنى. شوفوا الصبر اللي ولا عندي مع اليوتيوب، ما كنتش صبار ابدا. الا تعيت فيا ماما نحلوها كنقول لها والو ما غاديش نحلوها، كنحلوها مع بعضياتنا مع المتتبعين ديالنا حتى هما يشوفوها. هذه هي الهديه اللي جاتني. مكتوب فيها سناء سامي هولندا. شكرا حبيبتي لي، خطك عليا. كما كتشوفوا هي ملويه مزيان طبعا لان ما جا من المغرب، خصها تلوى مزيان. كنظن عرفتوا نتوما شنو هي. الناس اللي كتبوا لي التعليق شكرا بزاف حبيبتي ميندينا، شكرا بزاف تبارك الله. مسكينه مولا تاع حشمانه كتقول لي صيفطت لك غير شويه. شنو شويه هذا؟ تبارك الله شويه زعما كيكونوا في المغرب كنشهوا كنمشي نشري وحده ولا جوج. لا تبارك الله فرحت بزاف. ما نقول لكم والله الا حبيبتي ميندينا فرحت بزاف. شكرا بزاف، كنشكرك بزاف. نقول لكم فرحانه والله الا فرحت بزاف، لان باش شي واحد يتفكرك بشي حاجه عزيزه عليك، كيعرف انك مثلا كتعجبك شي حاجه وحتى كيفاجئك وكيصيفطالك. نقول لك كنشكرك بزاف حبيبه ديالي ولا خطك عليا. وهادشي ماشي قليل، هادشي راه كبير بزاف ولا كثير بزاف بصراحه، ماشي قليل راه كثير. كنحماق عليك شكرا بزاف. واخا كون ما صيفطتي حتى شي حاجه انا كنحماق عليك بلا والو. وديديكاس مره اخرى من هذا المنبر هذا كنقول لك بانني فرحت وكنشكرك بزاف. وايناس حتى هي كتحماق على ميندينا حتى هي غادا تفرح. سامي ما عرفتش واش باقي كتعجبو ميندينا ولا لا. احبائي هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا. كما كتشوفوني لبست بيجامتي صافي، بغيت نجلس مع راسي شويه، قلت نسلم عليكم ونقول لكم بسلامه. ميندينا ها هي غادي نبداها. نقول لكم الناس اللي في المغرب صحتهم حتى هما، الناس اللي بعيدين يسمحوا لي وحقهم في الجنه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي بين احبابكم وصحابكم. الله يخليكم. خليكم في رعايه الله، تهلاو في راسكم والسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.